الساعة 8 صباحا بتوقيت ألمانيا. وكانت الوصفة دي سبيشال بي أنا. عندي فرخة كاملة بالنسبة للبهارات: بابريكا، أعشاب برفاز، كزبرة، فلفل أسود، شطة اختياري، وهنا قرفة وهيل مع بعض، بالإضافة للملح. بعد كده جيت أضفت عليها 2 ملعقة بتاعت زيت، وبعدها 2 ملعقة بتاعت دبس. تقدر تستخدم أي نوع بتاع دبس. وبعد كده ملعقة بتاعت صويا، وأخيرا ملعقة بتاعت ليمون. التوم استخدمته فريش. بعد كده أخلط كل المواد دي مع بعض، أتبل بيها الفرخة بتاعتي. خليتها أنا قاعدة في التلاجة لمدة 4 ساعات الفرخة، بس ممكن تخلوها ليلة كاملة. كل ما قعدت فترة أطول كل ما كانت شنو ظابطة. وفي الوصفة دي أنا حيستخدم كمية من البصل، طبعا حيعمل معانا شغل عجيب. غلفتها وديتها التلاجة. جيت بعد ال4 ساعة قطعت بطاطس في الأول، وبعد كده صفيتها في الصحن بتاعي اللي حدخله الفرن. ما محتاج أتبلها لأنه حتقعد فوق لها الفرخة والعصر بتاعها حينزل في البطاطس. هنا جبت 5 بصلة، قطعت البصل بتاعي شرايح. بعد كده شلت الفرخة وضعتها فوق للبطاطس. باقي العصير الفضل جيت نزلت بالبصل عليه، اديته خلطة كده. بعد ذاك أضيف على الفرخة بتاعتي من فوق، أغلفها بقسطير وأوديها الفرن. بتاخد مسافة بتاعت ساعة. وكان في المسافة دي مشيت للخطوة الثانية: الرز. حاولوا جربوه بالطريقة دي: 2 بصلة قطعتهم شرايح. بعد كده جبت حلة وضعت فيها زيت، أضفت البصل لغاية ما يتحمر تماما. بعد كده جيت قطعت عليها 2 فص بتاع الثوم، اديتها تشويحة خفيفة قلبتين كده في الزيت. نزلت عليها ب3 كاسة بتاعت رز. بعد كده حولته في الحلة الكهربائية. هخليه يستوي براحته اوتوماتيك. طبعا بعد ما يستوي الحلة حتفصل. طبعا أطعم رز محمود. حاولوا جربوه يا جماعة. إذا ذقتوه ما حتشتروا رز تاني غيره. بالنسبة للسلطة، هنا قطعت له خزفيبل في الأول. تقدر تتحكم في حسب الكمية اللي انت عاوزها. وبعد كده قطعت عليها كاروت. تاني جبت قرون بابريكا، وجيل بابريكا أيضا، وكمان الجركن وطماطم. وكان هنا عندي الجركن المخلل الجاهز. أضفت 3 ملعقة يوغurt، ملعقة بتاعت السترونة، وفص واحد بتاع كنوبلوخ، 3 ملعقة بتاعت راشي أو طحينة. بعد كده ملح، وكمان فلفل، وأخلط يا معلم. كمان أضفت بقدونس حاجة بسيطة. في الوقت ده كان الرز والفرخة استووا. هنا على فنا أضفت ملعقة بتاعت سمن وأضفت عليها رزين. حمصتهم عشان حأضيفه في الآخر على الرز. وانت بتشاهد أكل خشمك وقول ما شاء الله. وبعد كده جيت أضفت الرزين من فوق. فكان ده شكل السفرة النهائي. وطبعا كمان ما ننسى شوربة العدس. في المرة الجاية حوريكم سر الشوربة كيف، وأقول لكم يلا تشاو بالله تشاو.